يا جماعة اللي بده يريح راسه ويرتاح من ضغوطات الحياة يجي على سد البالع عند غيبة الشمس. يا جماعة للأمانة منظر رائع، الناس اللي حواليك يعني كله شيء رائع. سد البالعة ما شاء الله معبى مي، الطيور قدامك يعني ايش ما حكيت يمكن يكون مقصر. ماجد أبو يزن، شلون شايف الوضع عند غيبة الشمس بسد البالعة؟ والله يا ابو محمد يعني للرياحه النفسيه شغله كبيره. يعني مثل ما انك شايف، شوف الحمام هذا الطاير بالجو، الغنم اللي عم تسرح بالارض، تفرج لي الطيور. تعرف انا للامانه انصدمت لما شفت الطيور الموجوده بالمي، انا ما كنت متخيل انه اشوف هاي المشاهد الامانه. ها فرج اعداد كبيره يعني. الحمد لله. بس نتمنى من العالم يعني تتركها بحالها، خفف شوي بلكي الله يفرجها علينا. نعم. لانه احنا بلادنا 14 سنه حرب وناس تعبانه، خففوا شوي وخلي ترجع الحياه لسهل الروج. ان شاء الله احنا متامنين من رب العالمين انه سنه 2026 و27 اللي بعد منها ترجع سوريا مثل ما كنا نعرفها، سهل الروج يرجع اخضر، سوريا ترجع تتعمر وتكون يعني من اجمل الدول. فان شاء الله القادم اجمل، وسوريا راح تكون اجمل. من سهل الروج، سد البالعة. السلام عليكم.